حكاية النهاردة لازم نركز فيها كويس جدا. الحكاية عن ولدين اخوات توأم شبه بعض في كل حاجة، لدرجة ان الاتنين ما كانش حد بيعرف يفرق ما بينهم ابدا. والاتنين من عيلة هنسميها عيلة ابيض. العيلة دي كبيرة وليها قصر وارض كبيرة جدا. وفي يوم من الايام قرر واحد من الاخين ان هو يدرس في الجامعة الجديدة. الناس لقوها فرصة كويسة جدا، قالوا خلاص، في واحد هنقول له يا أبيض باسم العيلة، والتاني هنقول له الطالب. الأخين لقوا إن مفيش مشكلة أبدا إن هما يميزوا بينهم في الأسماء. ما كده كده احنا من عيلة واحدة، وكده كده احنا اخوات، ايه المشكلة يعني؟ ما فيهاش حاجة. مرت السنين وعدت السنين والأجيال تتبعت، والولدين كبروا اتجوزوا وخلفوا، وولادهم جابوا لهم أحفاد، لحد الناس اتعودت على الكلمة، وبقوا الناس يقولوا لأولاد وأحفاد أبيض انتوا أحفاد أبيض، وأولاد وأحفاد اللي سموه الطالب انتوا أحفاد الطالب. وبرضو الناس الكبيرة ما كانش عندها مشكلة في ده، لحد ما الجيل الكبير مات وفضل الجيل الجديد الأحفاد. والجيران كل ما كانوا بيشوفوا إن عيلة أبيض بتقوى وتكبر وعندهم تجارة وزراعة وبقوا كبار جدا وأقوياء جدا، بيتغاظوا منهم. وفي ناس كانوا طمعانين في القصر والأرض بتوع عيلة أبيض. طب قالوا إزاي نفرق ما بينهم ودول عيلة قوية ومتمسكة ببعض؟ قالوا يا سلام، ده شيء سهل جدا، هنلعب على الأحفاد بالأسامي، إن أنت من نسل أبيض وإن أنت من نسل الطالب. وفعلا لعبوا على الأحفاد وضحكوا عليهم وعملوا الفتنة ما بينهم. حكاية غريبة ومحدش يصدقها. إزاي الأحفاد هيصدقوا حاجة زي دي وهما من نفس العيلة ونفس الدم ونفس الجين ونفس كل حاجة، بالأدلة وبالإثبات وبالورق وبكل حاجة هما من نفس العيلة؟ بس تخيلوا، الموضوع ده فعلا نجح، وفعلا بمجرد لعبة في لفظ واحد بس وبالألفاظ والأسامي بس قدروا يفرقوا ما بين العيلة وقدروا يعملوا الفتنة ما بينهم. هتقولي ممكن، بس دي قصة خيالية انتي بتحكيها، معقول بالألفاظ بس الأحفاد يصدقوا؟ طب هقولك إن القصة دي في حياتنا بالفعل. عارف زي كلمة إيه؟ زي كلمة قبطي. انت عارف إن كلمة قبطي بتعني المصري الأصيل بالجذور وبالأجداد وبالأصول كمان؟ كلمة قبطي غالبية المصريين فاكرين إن هي بتخص المصريين المسيحيين فقط، مع إنها زي ما قلتلك بتمثل المصري المتمسك بأصوله وجذوره. ومن خلال أحداث تاريخية كتير، وكمان لأن الكنيسة المصرية هي اللي حافظت على اللغة المصرية أو اللغة القبطية بعد ما الرومان حرموها وأصدروا حكم بالإعدام على اللي هيتكلمها عشان يغيروا ثقافة المصريين، الكنيسة هي اللي حافظت عليها. وعشان كده بالألفاظ وبالمعاني اللي ما كانتش أبدا تهم حد وقتها، بقى كلمة قبطي تتقال على المصري المسيحي، مع إن كلمة قبطي بتتقال على المصري الأصيل. فكلنا أقباط، سواء قبطي مسيحي أو قبطي مسلم، كلنا مصريين بالدم والأصول والجين. والله الله في أقباط مصر.